ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة زي ما انتوا شايفين، وزي ما ظاهر على الشاشة قدامكم كده، انا جاية اتكلم معاكم عن المنظف ومزيل المكياج الكريمي الروعة الهايل جدا جدا. يعني هيعجب، انا بعلي الصوت معلش، اللي هيعجب ملايين البنات. تمام. وونت. تمام. من اوريفليم. المنظف ده يا جماعة في منتهى الجمال. ده بجد اكتر حاجة يعني عجبتني في المجموعة كلها. انا جبت من مجموعة وونت الكريم النهاري اللي هو الموف ده. تمام، الصنطوط قوي اللي هو دوت كده، وجبت المنظف والستيك، وكمان جبت التونر. هما اللي كانوا نازلين الشهر اللي فات في عرض يعني. فده احلى حاجة في المجموعة، ثم التونر ثم الستيك. وكريم النهار لسه بجرب فيه يعني، هقول لكم برضو رأيي فيه. المجموعة دي بجد واضح ان هي مجموعة هايلة وعايزة ميزانية. بجد الكريم ده هيوفر لك كتير. سوري، الغسول ده هيوفر لك كتير يعني في حاجات كتيرة جدا جدا. اولا هو بيرطب بشرتك، فانتي هتوفري في المرطب. يعني انا بشرتي جافة زي ما انتوا عارفين. تمام، فلما بتغسلي بغسول حلو ومرطب، تمام، ما بتحتاجيش ان انت تحطي بقطرة بقى بعد كده. يعني ايه؟ مرطب كتير، تونر، سوري، سيرم كتير علشان تعوضي اللي انت فقدتيه. ده هيوفرلك ده من ناحية ايه؟ من ناحية المرطبات والحاجات اللي انت بتحطيها بعد الغسول. تمام. من ناحية هو نفسه، هو انت بتحسي انك بتغسلي وشك بكريم هايل. يعني هو مكتوب عليه باتر. تمام، باتر كلينسر مرطب. بجد انا بحس بقى بعد ما بشطف وشي، يعني انا بغسل وشي بكريم، اوكي، بحس ان انا بعد ما بشطف وشي ان انا زي ما يكون وشي حاطه عليه كريم. يعني طبقة كريم محطوطة بعد الغسيل، بعد غسل وشي يعني، وبعد التنظيف. فبحس بجد منتهى الروعة والجمال، الجمال اللي لا تتخيلوه. بجد يا بنات يعني روعة، رائع رائع، وشك مترطب. اعتقد ان صاحبات البشرة الدهنية مش هيرتاحوا له في الصيف. يعني مش يعني ممكن يأجلوا استخدامه للشتاء. تمام، لان هو مرطب عالي جدا. هو مناسب لجميع انواع البشرة. بس الفكرة كلها ان هو بيرطب قوي. ففي ناس بشرتها يعني ايه يعني بتبقى يعني بتقول ايه، انا انا مش مستحمله، انا عايزه بتتلكك على حبايه يعني. تمام. فهو اعتقد انه صاحبات البشره الدهنيه مش هيرتاحوا له في الصيف. اوكي. اعتقد كمان ان هو هيقعد معانا السنة اللي هي مكتوب عليها مدة الانتهاء بتاعته من ساعة ما تفتحيه يعني. مكتوب 12 شهر على العبوة الصغنطوطة اللي هي بتبقى ديت. آه، هنا كده دي. تمام، مكتوب عليها 12 شهر، فانا هيقعد معايا السنة. بس طبعا ما فيش حد بيقعد بغسول 12 شهر يعني. اكيد بعد شوية، عشان ما ينفعش ان انا اقعد بنفس الغسول 12 شهر، هغير او هما هينتجوا حاجة تانية فهشتريها يعني. بس هو موفر جدا يعني، هو انت هتشتريه. تمام. آه بسعره ده ممكن يقعد معاكي والله السنة، صدقيني حقيقي. فهو بجد ده حاجة في منتهى الجمال، يعني حاجة تحفة جدا جدا. ممكن يقعد معاكي 6 شهور مثلا لو انت من الناس اللي بتحط مكياج كتير. لان انا جربته في ازالة المكياج وجربته في غسيل وشي عادي جدا. بجد في الحالتين تحفة. وجربته وانا حاطة يعني حطيت كمية كبيرة، وجربته وانا حاطة برضو كمية صغيرة. فبجد تحفة التحفة، بينضف الوش جدا. وكمان ترطيب، انا بحس بعد ما بكون غاسلة وشي منه، الله، ده انا حاطه كريم كاني حاطه كريم والله. يعني حببني
خلاني احب روتين بشرتي، وخلاني يعني ايه ابقى قايمه بصدق ان الليل يجي علشان اقوم اغسل وشي بيه وانضف بشرتي بيه. بجد لا، عشقت وعشق رهيب رهيب. انا قريت انه في الشركه يعني على موقع الشركه من ضمن مكوناته الجليسرين، وانا الجليسرين حاجه من الحاجات اللي بتريح بشرتي، اعتقد كان هو اللي من ضمن مكوناته الجليسرين على ما اتذكر. تمام. فهو لا، هايل 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 هايل. هنقول طريقه استخدامه بقى. ماشي. بلسم منظف للوجه يوضع على بشرة جافة ويدلك اشطفيه جيدا بالماء، تجنبي ملامسة العين. يعني بعد انتي حاطة المكياج على وشك، او وشك زي انا كده، مش هتروحي تبلي وشك كده زي ما انا قاعدة دلوقتي، وهخلص معاكم وهستعمله. اوكي. هتحطيه وتدلكي بشرتك تمام بحركاتك الدائرية الجميلة ديت، وبعدين تقومي شاطفه وشك، وهتحسي بقى بالاحساس اللي انا حسيته. تحفه، في منتهى الجمال والروعه. بجد ما استخدمتش من اوريفلام او من خارج اوريفلام منظف في جماله. حقيقي حقيقي رائع جدا، في منتهى الجمال يا بنات. حلو قوي 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 قوي. بتحسي ان وشك كأنك غاسله وشك بكريم، كأنك بعد ما بتشطفي وشك كده بتحسي الله، ده انا وشي زي ما يكون مدهون كريم. شوفي بقى قد ايه لما تكون بشرتك جافه بقى ومتعطشه بقى للحاجات دي. ياه ياه على جماله. بجد الماسك سوري الماسك، انا عماله اتلخبط، انا دايما بتلخبط، انتوا اتعودت خلاص. المنظف عجبني قوي، واضح ان مجموعه وونت دي مجموعه قويه وهتعجبنا. ان شاء الله اعمل لكم ريفيوهات عن الحاجات اللي انا استخدمتها فيها، وان شاء الله اجيب حاجات برضو تاني منها واجربها، واقول لكم بقى يعني ما اطولش عليكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا له لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة، ويا رب دايما اشوفكم بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين وفاكريني من دعائكم. سلام يا حلوين.